لو عندك بي سي وفي نفس الوقت عندك ماك بوك، تقدر انت تستخدم كيبورد وماوس واحد بس للجهازين. هنا بستخدم الماوس، اقدر بس اطلع من هنا هكون بستخدمه في الماك في نفس الوقت. وكمان الكيبورد تقدر تستخدمها هنا وتقدر كمان تستخدمها هنا، وده هتقدر تعمله عن طريق برنامج اسمه سينرجي. وسينرجي تقدر تعمل له سيت اب بشكل سهل جدا. البي سي بتاعي هنا زي ما انتم شايفين هو السيرفر والماك هو الكلاينت، وتقدر تظبط على حسب السكرين بتاعتك بحيث انها تكون في نفس المكان. زي عندي هنا الماك بوك على اليسار والبي سي على اليمين. تاكد الاول ان الجهازين مربوطين على نفس الشبكه، وبعد كده تفعل الاوتو ديسكفر دي عشان يشوف الماك بوك بتاعك. وكمان تقدر تعمل كوبي وبيست للتكست وكمان الملفات. انت كمان تقدر تركب اكتر من جهاز. زي هنا انا ركبت الار او جي ال اي كمان، يعني كده انا اقدر استخدم الكيبورد والماوس مع الثلاث اجهزه. كده انا هنا على البي سي وهنا على الماك، ولما انزل هنا اكون على الار او جي ال اي. البرنامج ده يمكن مش فري، ولكن هو الافضل في فئته، لان انا جربت حاجات اوبن سورس وما اشتغلتش معايا بشكل كويس. ممكن انا ما استخدمتش كي في ام سويتش هنا عشان انا محتاج الجهازين يكونوا شغالين في نفس الوقت. لو حبيت النوع ده من الفيديوهات اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده.